فيديو النهارده عن ايه؟ ايه؟ فيديو النهارده عن ايه؟ فيديو النهارده يا عم الحاج، دلوقتي الناس كلها لما بتيجي تحط زيت في كيس يقول لك يا عم الحاج يا ابو وحيد بنحط الزيت منين؟ ونحطه ازاي؟ الكيس ياخد قد ايه؟ وليه؟ وعشان ايه؟ وواحد يقول له ياخد 7 كيلو، واحد يقول له 8 كيلو، واحد يقول له لا ده بياخد 6 كيلو. طب ما احنا نيجي النهارده نشوف الفتايس المبيره بتاخد زيت قد ايه؟ ماشي؟ صلى على النبي. هنبدا بفتيس الكهرباء. فتيس الكهرباء في ناس كتير يقول لك ملوش مقاس، ملوش مقاس زي الواير ليه مقاس، ده الواير ليه مقاس. طب نقيس ازاي الزيت؟ بسيطه قوي. صلى عليه يشرح فيك الاول. لو انت بتعمل صيانه في الفتيس وفاضي خالص، فاضي خالص وعلى الارض، هنديله 5 كيلو. بص كده الطبه بتاعته اهي. دي الطبه شايفها؟ تحت الكوبري ده. دي طبه الفتيس كهرباء. هنديله 5 كيلو قبل ما يركب ونحضره. نحضر الفتيس، نفضل نلف دي كده لغايه ما يتحضر. بعد ما نركب الفتيس ان شاء الله بالسلامه ونشوف غياراتنا، اروح فاتح الطبه دي والعربيه دايره. العربيه دايره افتح الطبه دي وافتحها. لو نزلت زيت والعربيه دايره واخده ار، هتنزل زيت خط زيت كده ايه. اول ما تنزل خط زيت يبقى الزيت هنا مظبوط. لو ما نزلتش زيت يبقى الفتيس ده ناقص يا عم وحيد زيت. نبطل ونديله كيلو تاني ونقيس. هو اخره هياخد 5.5 6. تعالى هنا. فتيس الواير. فتيس الواير لو فاضي خالص، انت ما ولعتش الكشاف ليه؟ حاجه شغاله. طيب ماشي. بص يا باشا، الفتيس الواير لو انت مفضيه خالص خالص على الارض وبتعمل له صيانه، بياخد 6 كيلو او 5.5 او 5.5. ايوه انا اقول لك يا شيخ، او 5 ايه ونص. وده الفتيس الواير بعد ما يركب المقاس بتاعه اهو، بنروح طالعينه كده ومنزلين هنا حاطين ايه؟ ال5 كيلو الحلوين بتوعنا، ونشغل الفتيس ونخليه شويه عبال ما يتنشط، وبعد كده نروح ايه؟ مدينه الار وقايسين ايه؟ المقاس. اول ما يبقى مظبوط المقاس معاك، اول واحده ايه وتاني واحده. اول ما يبقى مظبوط صباح الفل يا حاج، مظبوط لغايه الشرط هنا. لو هو ناقص هتلاقيه جاي لك ايه؟ لغايه هنا اديله نص كيلو تاني. هتيجي تقول لي مثلا وانا بغير زيت الفتيس الواير، زيت الفتيس الواير لو انت بتغيره هتفتح الطبه من تحت الكابتيره، هينزل هياخد 3 كيلو بس، ما تاخدش اقل من 3. هو لو فاضي خالص بياخد 5.5 6. ده لو فاضي خالص وانت عامل طقم اصلاح. لكن لو هو بتغير زيت عادي ان كان كهرباء او كان واير، بتنزل 3 وبتحط 3. ماشي؟ يعني بننزل 3 ويحط ايه يا عم وحيد؟ 3. بالنسبه للفتيس المانوال، مره واحد بيكلمني بيقول لي الزبون عاوز يحط في الصناعي، بيقول لي الفتيس المانوال بياخد 5 كيلو. قلت له يا نهار اسود 5 كيلو؟ قال له والله. قلت له يا باشا الفتيس المانوال ما بياخدش 5 كيلو. فتيس المانوال النوبيرا لو فاضي خالص برضه، لو فاضي خالص بياخد 2 كيلو. 2 كيلو 2 كيلو اللي يعني ايه؟ الا ربع. 2 كيلو يعني كيلو 800. لو انت اديله 2 كيلو مش هيخسر. كده كده هو في فايز بيطلع زياده، لكن ما تديلوش 3 كيلو ولا 3.5. في هنا طبه في الجنب في الفتيس المانوال. ليه طبه من الجنب؟ عند اي حد عنده بير وتدخل عليه بيفتح الطبه من الجنب، نزل زيت يبقى ما تحطلوش زيت خلاص. فتح الطبه وما نزلتش هو بيزودوا لك من الجنب. لو انت عاوز تزود الفتيس المانوال في طبه من فوق هنا، دي طبه 17 بنفكها ونحط ايه؟ ركز معايا هنا. بنفكها ونحط هنا ايه؟ الزيت اللي احنا عاوزينه. الفتيس المانوال فاضي خالص ياخد معاك 2 كيلو الا ربع. يبقى احنا كده تغيير فتيس الكهرباء بياخد 3 كيلو، تغيير فتيس الواير 3 كيلو، تغيير فتيس المانوال 2 كيلو الا ربع او كيلو 800، او تحط له 2 كيلو كده. ثانيه واحده يا عصام. خلي بالك انت، ادي ايه؟ ادي بالنسبه للفتيس ايه؟ المانوال. كده يبقى عرفنا المانوال والكهرباء والايه؟ والواير. اللي هو المدفع ده ربنا يبعدكم عنه، ده بياخد 11 كيلو زيت. ده لو فاضي خالص بياخد 11 كيلو زيت. لكن هو لو بتغير له زيت بياخد 5. معاك ابوك ابو حته بقى غير الحاجه. ايوه لما نيجي نصور كله